شهر رمضان. معي من بورسعيد الصحفي أحمد الجمال. أستاذ أحمد، أولا يعني عدد العاملين في هذا الجراج كم؟ نعم زميل كارم، عدد العاملين في هذا الجراج هو 45 عامل، بينهم 25 عامل وموظف وفني مثبتين، والباقي عن طريق العقود المؤقته. واعلنوا ظهر اليوم اعتصامهم بمقر الجراج امام قوات الامن المركزي اعتراضا على ضياع حقوقهم الماليه وعدم صرف الحوافز، وخاصه مع حلول شهر رمضان الكريم. قال العمال ايضا ان المحافظه بعدما سحبت مهمه النظافه من الشركه من 3 احياء ومن ضمنها حي الضواحي، بالفعل وفرت اموالا طائله، وبرغم ان مهمه النظافه عندما انتقلت الينا اي زاد الجهد ولم يتلقوا اي نوع من الحوافز، بالاضافه الى تعمد على حد وصفهم عدم صرف مقابل عمل ايام الجمعه والسبت على مدار الاشهر الثلاثه الماضيه. اشار العمال ايضا ان عددهم بالجراج يتراوح ب 50 موظف، قالوا انهم مظلومين تماما ولم يتلقوا اي اعانه او اي حوافز كما تم مع العمال من زملائهم في جميع الاحياء المتبقيه في بورسعيد. قالوا ايضا وهددوا بالاضراب عن العمل غدا اذا لم تحل مشاكلهم. وتم اجراء اتصال مع محمود مطاوع السكرتير العام لمحافظه بورسعيد انه سيجلس غدا مع مندوبين لهم ويستدعي المدير المالي لمحافظه بورسعيد لمحاوله الوصول الى تسويه لهذه المشكله. شكرا جزيلا للصحفي أحمد الجمال من بورسعيد. منها إلى الإسماعيلية، حيث